في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشرح لكم بالتفصيل المنهجيه الذكيه والناجحه وسورتو البسيطه اللي غادي تتبعوها ان شاء الله في هذا الشهر ولا شهرين اللي بقى لكم، يا اما على الامتحانات الوطني الجهوي او لا لي كونكور اللي تابعينكم ديال المدارس وحتى ديال الجامعات لي كونكور ديال لي ليسونس ولا لي ماستر. والطريقه صراحه صالحه حتى لي زيكزامان فينو الا كنتي في لافاك ولا في لو ان سي جي ولا في شي ايكول دانجينيور فين ما كنتي كتقرا وتابعك واحد الامتحان وتعطلتي شي شويه في لا بريباراسيون ديالك وما كانتش عندك منهجيه واضحه كنتي خدام بها. هاد ثلاثه ديال لي زيتاب وثلاثه الخطوات الساهلين غادي يرجعوا لك ان شاء الله لو ريتم، وغادي تحاول ما امكن انك تراترابي وتجيب احسن نقطه اللي تقدر تجيبها على حسب لي سيركونستانس ديالك والمحيط اللي راك فيه دابا. الا كنا اول مره كنتلاقاو معاك لو كوتش حكيم بورشاشن، تقدر تكون كتعرفني بلي سكاو لحقاش تخرجت منها ودرت عليها با مال دو فيديو في القناه، ولكن من بعد ما تخرجت ما كملتش في الدومين اللي قريت فيه اللي هو لوديت اي كونترول دو جيستيون. بديت بواحد التجربه مهنيه قصيره في لو كونساي اللي دامت المده ديالها عامين، ومن بعد تلونسيت في لو كوتشينغ ولا كومبانيومون دي زيتوديون اللي ديجا كنت بديتو في ليسكاو منين دخلت ليها في 2016، يعني تقريبا هذه 9 سنين غادا في 10 سنين وانا تندير لاكومبانيومون ديال لي زيتوديون في لو كوتي ايموسيونيل، في الجانب النفسي ديالهم اللي في نظري اهم من الجانب التقني، لحقاش هو اللي تيخلينا نتموتيفا، هو اللي كيخلينا نوضوا في الصباح باش اننا نمشيو نقراو، باش اننا نكونوا عندنا واحد الطموحات في المسار الدراسي ومن بعد المسار المهني ديالنا، واللي مع الاسف نيجليجي ومهمول من طرف الاساتذه من طرف الاباء. يعني حنا ما سوقناش غنديروا لك السوايع، ولكن كيفاش كتحس وكيفاش انك تقرا مزيان وكيفاش انك تنافيغي هذوك لي بروبليم اللي كيكونوا في المدرسه ولا اللي كيكونوا مع الناس اللي دايرين بك ولا اللي كتسمع من الاساتذه ولا ماشي سوقنا حنايا. فهاد لو غاب، هاد الفراغ ما بين الجانب النفسي ديال الطلبه اللي هو ضعيف ومهمل والجانب النفسي الناجح اللي خاصهم يكونوا عليه باش يتموتيفاو ويخدموا مزيان ويوصلوا للاهداف ديالهم، هو اللي خلاني نتلونسا في لو كوتشينغ ونسيرتيفيا في واحد من اكبر المعاهد ديال لو كوتشينغ في العالم اللي كاين في الامارات في دبي. هذه هي النبذه على لو باركور ديالي انا الا كنا اول مره كنتلاقاو. نرجعوا للموضوع ديال لا فيديو اللي غادي نلخصوا لكم في مفهوم واحد، ولا كنتي كتقرا الاقتصاد برينسيبالمون غادي تكون سمعتي بهذا المفهوم هذا اللي هو قانون باريتو ولا لا لوا دو باريتو، اللي كتقول باللي 20% ديال المجهود كتعطي 80% ديال النتائج، اولا بصفه عامه 20% ديال واحد الحاجه هي اللي كتحكم في 80% ديال حاجه اخرى. ونقدروا نطبقوا هذا المفهوم على بزاف ديال المجالات. مثلا 20% ديال الشركات عندهم 80% ديال الثروات، 20% ديال الطلبه المتفوقين هما اللي تياخذوا 80% ديال البلايص في المدارس العليا اللي مزيانين، 20% ديال الخريجين الجدد من المدارس هما اللي كياخذوا 80% ديال الخدامي اللي كيكونوا في المارشي دو طرافاي. والقانون اللي غادي نطبقوا حنا في هذا الفيديو هو 20% ديال المجهود اللي غادي نديروا في هذه لا بيريود اللي ما بقاتش عندنا طويله بزاف، ما عندناش الوقت فين اننا نجربوا بزاف ديال لي استراتيجي، غنديروا شويه ديال المجهود ونتمنوا انه يكون واحد 80% ديال لو ريزولطا وديال النتائج. فغنخدموا بطريقه ذكيه ماشي بحال منين يلا غادي نبداو في الاول ديال العام وعندنا الوقت فين اننا نغلطوا ونشوفوا شنو اللي صلاح وشنو اللي ما يصلحش. هاد الطريقه هذه اللي فيها كما قلت لكم ثلاثه ديال الخطوات ساهلين يقدر اي واحد يتبعهم، شنو ما كان الامتحان ولا الكونكور اللي تابعوه، شنو ما كان لو دومين ديال القرايه ديالو، ماشي ضروري في الاقتصاد، غادي توصلوا لواحد الوضوح وواحد لا ستركتور وواحد المنهجيه اللي غادي تخليكم عارفين فين غاديين وعلاش غاديين في ديك الطريق. اول حاجه خاصك تبدا بها وتكون هي الاولويه ديالك هما دوك المواد اللي كتحس براسك فيهم ضعيف بزاف، لدرجه انه لا تحطات لك الورقه مثلا تقدر تجيب فيهم حتى لصفر او لا تجيب فيهم جوج ولا ثلاثه، يعني ما واصلش ل10، ما واصلش للمعدل. زياده على لو ريسك انه تقدر تجيب فيهم نوت اليميناتوار ويشكل لك مشكل في النجاح ديالك، هاد لي ماتيير هادو غادي يشكلوا لك واحد التاثير نفسي سلبي عليك في الامتحان، مثلا في الوطني او لا في ان كونكور كتدخل كدوز بزاف ديال المواد في ايام متتابعه. فالا دخلتي مثلا لواحد الماده اللي نتايا ضعيف فيها بزاف وما جاوبتي فيها على حتى شي سؤال ولا جاوبتي على جوج ديال الاسئله في الامتحان كامل، نفسيا ما غاديش تقدر تكمل الامتحانات الاخرين مزيان والمواد الاخرين مزيان واخا راك ضابطهم، حيت نتايا غتبقى تفكر باللي ما درتي والو في هذاك الامتحان. فحاول اول حاجه ترد ليها البال في لا بريباراسيون ديالك في هاد لا بيريود هما دوك المواد اللي راك ضعيف فيهم، طلع فيهم النيفو ديالك لا موين، ما نجيبوش فيهم صفر ولا نجيبو فيهم جوج ولا ثلاثه ولا نجيبو فيهم تحت المعدل، باش هكا النفسيه ديالنا كتبقى
مرتاحه نهار الامتحان ولا في دوك الايام ديال الامتحان ولا في دوك الايام ديال لي كونكور ولا حتى في لي زيكزامان فينو. ولا كنتي كتقرا في شي مدرسه وعندك لو غاتراباج غادي يكون اسهل انك تقدر تنيغليجي واحد لا ماتيير وتجيب فيها مثلا غير واحد لا نوت اللي كتخول لك انك تجيب غاتراباج، ما تبقالكش اجورنمون حتى العام الجاي وتسلك راسك. ولكن الا كان عندك كونكور او الامتحان اللي ما تقدرش انك تغاترابي فيه، حاول ما امكن تبدا بالمواد اللي كما قلنا انت ضعيف فيهم وعارف راسك. وهذا الشيء كامل تيبدا بواحد لانتروسبكسيون، خاصك تكون عارف راسك اكثر وتكون صريح مع راسك مزيان. وخاصه الا كانوا هاد المواد اللي كتحس براسك ضعيف فيهم عندهم معامل طالع. فإلا مثلا جبتي في واحد الماده 10 اللي المعامل ديالها 6، حسن ما انك تجيب 16 في واحد الماده اللي المعامل ديالها 1 ولا 2. وانت كتخدم على دوك المواد اللي كتحس براسك فيهم ضعيف، ما تنساش المواد اللي كتحس براسك تقنهم ولا النيفو ديالك طالع فيهم. وهذه هي النقطه الثانيه ولا النصيحه الثانيه باش تخدم بطريقه ذكيه في هاد لا بيريود الصغيره اللي بقات لك، هو دوك المواد اللي كتحس براسك فيهم مزيان ما تنيغليجيهمش، ما تهملهمش. حيت الا ما رجعتيش داك الدرس الا كان فيه شويه ديال الحفاظه ولا ما بقيتيش تخدم لي زيكزيرسيس الا كان الرياضيات ولا الفيزيك ولا الكونطابيليتي، مع الوقت غادي تبدا تنسى داكشي. وانت عند بالك باللي راه ديك الماده كتضبطها وما كاين فيها حتى شي مشكل، غادي نركز على المواد اللي عندي فيهم اشكال باش نطلع النيفو ديالي فيهم. فهنا كتكون اون بريباراسيون ايكيليبري. وانا دائما تنصح الطلبه انهم يقسموا النهار ديالهم على 2. منين ما تبقاوش تمشيو للمدرسه، منين تساليو ديك لا بيريود ديال المدرسه وتمشيو لديوركم باش توجدوا شي شويه يا اما الوطني ولا الان كونكور ولا هذا، قسم النهار ديالك على 2. الصباح خدم فيه المواد اللي كتحس براسك فيهم ضعيف طلع لهم النيفو، وفي العشيه خدم المواد اللي واخا كتحس براسك ضابطهم بقى مازال كتخدم لي زيكزيرسيس، بقى مازال كتراجع باش يبقى داكشي اللي عندك في راسك ثابت ما يمشيش. الا لاحظتوا معايا هاد النقط بجوج كاملين عندهم علاقه بداكشي اللي نتوما ديجا قريتوه. مازال ما وصلناش للكونكورات القدام ولا الامتحانات الوطنيه القدام ولا الجهويات ولا لي زيكزامان اللي تحطوا داك العام نعاودوا نشوفوهم دابا نترينيو عليهم. الخدمه الاولانيه ما كتبداش بالكونكورات ولا الامتحانات، كتبدا فينا حنايا خص يكون عندنا واحد الثقه في لا ميتريز ديالنا، نكونوا فاهمين وضابطين الدروس ديالنا، نكونوا درنا بزاف ديال التمارين وترينينا كما قلت لكم الا كان الماط ولا الفيزيك ولا السيونس ولا الكونطابيليتي ولا ليكونومي، نكونوا درنا بزاف ديال لي زيكزيرسيس وديال لي زونطرينمون باش عاد ديك الساعات كنكبروا واحد الثقه اللي غتخلينا اننا نخدموا لي كونكور القدام ولا الامتحانات الوطنيه القدام. وهنا كاينه واحد القاعده ذهبيه وهي النقطة الثالثة في المنهجية ديالنا باش اننا نخدموا بالقانون ديال باريتو. فاش تجي تخدم امتحان وطني ولا امتحان جهوي ولا كونكور ديال بريبا ولا كونكور ديال لا ليسونس ولا ديال ماستر، الا عندك شي حاجه قديمه بغيتي تعاود تخدمها وتيستي النيفو ديالك فيها، حاول انك تخدمها في لي كونديسيون ديال داك لو كونكور. نفس الشروط اللي غادي يكونوا عندك في داك الامتحان في ديك الماده بالضبط طبقهم في لونطرينمون ديالك في التمرين ديالك. ناخذ مثال ديال ان كونكور اللي فيه بزاف ديال المواد ومن بين دوك المواد كاين الرياضيات. في هذاك الكونكور بالضبط الرياضيات فيهم 2 ساعات ديال المكان. في امتحان اخر ولا في كونكور اخر يقدروا يكون فيهم 1.5 ساعة ولا 3 ساعات ولا 4 ديال الساعات. انا فاش غادي نجي نتريني على هذاك لو كونكور غادي نجلس فوق الكرسي وما غنوضش حتى تسالي هذيك لا دوغي اللي كاينه في داك لو كونكور، وغادي نحاول نخدم لو كونكور كامل، ماشي نخدم نص ساعه د المكانه ونقول صافي عييت اجي نوض ما فهمتش لهاد التمرين هذا ما قديتش هادي صافي دغيا تقنط وتنوض وما تكملش لا دوغي ديال هذاك لو كونكور ولا ديال داك الامتحان. حيت حنا اصلا ما موالفينش نجلسوا 2 ساعات و3 ساعات و4 ساعات، وخاصه في هذا العصر ديالنا دابا ديال تيك توك وانستغرام الدماغ ديالنا ما تيقدرش يركز حتى 10 دقائق في هذا لا فيديو هذه. الا كنتي مازال معنا دابا في هذه لا فيديو هذه اللي راني كنشرح لك فيها هذا الشيء، راه برافو عليك، كنصفق عليك وكنهنيك، لحقاش بزاف الناس يقدروا يكونوا دخلوا وخرجوا حيت لو فوكس ماشي حيت فيا ولا فيهم التركيز ديالنا غادي وتينقص. فباش انك تحط التركيز ديالك في واحد الامتحان ولا في واحد لو كونكور اللي فيه 2 ساعات ولا 3 ولا حتى 4 ديال الساعات، سي ان اكزرسيس كي تري ديفيسيل في هاد لا بيريود ديالنا. فخاص تريني راسك وتريني النفس ديالك، ترينيها مزيان باش انك تجيغي هذاك لو ماليز. من تحس براسك قنطي ولا ما فيكش ولا لا بقى جالس، حيت نهار الكونكور ولا نهار الوطني ولا نهار الامتحان ما يمكنش تنوض. هذيك هي لا بيريود اللي عندك، وفي ديك لا بيريود خاصك تستافد منها او ماكسيموم. وهذه فيديو يمكن ديال كيفاش انك تجيغي لو كونكور وتجيغي الوطني ان شاء الله من بعد نقدروا نهضروا عليها. مي في لو كوتي اونترينمون الا ما بريباريتيش في الشروط ديال داك الامتحان ولا ديال داك لو كونكور ما غاديش تكون خدمتي انتيليجامون، والنهار ديال لو كونكور ولا النهار ديال الامتحان تقدر انك ما تسايرش
هذاك لا بريسيون وداك الضغط اللي كيكون جاي من داك الامتحان. بطبيعه الحال نتايا كتريني ماشي امتحان ولا كونكور ديال بصح، فإلا جلستي تخدم واحد لو كونكور وحسيتي براسك واجد انك تخدمو وفي غضون 15 20 دقيقه ما عرفتي تجاوب على حتى شي حاجه، جاك داك الشيء ما فهمتيهش ولا راسك داخ ولا طرات لك شي حاجه اللي صعيبه انك تجيريها، نوض سير ترتاح، كل شي حاجه باش تطلع شويه لا طونسيون وكذا، وعرف باللي راه مزيان انك طيح بحال هاد لي سيتوياسيون وانت في داركم وانت كتريني. حقاش بزاف ديال الناس وهذا الشيء حضرت له بعيني ماشي يعاودوا لي شي واحد، سورتو في البريبا مع داك الضغط اللي كنكونوا عايشينه، بزاف ديال الناس وهذا الشيء شفتو كما قلت لك. واحد البنت سخفات النهار ديال لو كونكور، سخفات واش داكشي اللي شافت في الورقه ما كانش بريباراتو ولا بريباراتو ونساتو، جاها واحد الضغط كبير لدرجه انها سخفات وما دوزاتش هذيك لا ماتيير. ما عرفوش دوزات لي زوطخ ولا لا، مي هذيك لا ماتيير بالضبط ما دوزاتهاش. فكلشي كيبقى في لونطرينمون ديال النفس ديالك وديال لو مونطال ديالك انه يجيري لو ستريس، يجيري داك الضغط وداك التوتر وداك القلق وداك لونكسيتي اللي ضروري غادي تحس بها النهار ديال الامتحان ولا النهار ديال لو كونكور. مزيان انك تعطي لي فور ودير الجهد ديالك في لا بريباراسيون، ولكن الا خدمتي بذكاء غادي تخرج احسن نتائج بمجهود اقل وبنفسيه مرتاحه. نبقاو على تواصل في انستغرام اللي غتلقاو لو لين ديالو في لا ديسكريبسيون فاش ما كنكونش هنايا في يوتيوب، واخا قلت لكم راني معول نرجع وغادي نحتاج الصراحه الدعم ديالكم ولو بوش ديالكم، لحقاش القناه شحال هادي ما بوبلييت فيها، غادي نتموتيفا حتى انا وغادي ان شاء الله نعطي اكثر في لي فيديو اللي جايين. كنتمنى لكم التوفيق في لا بريباراسيون ديال لي زيكزامان وديال لي كونكور ديالكم. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في لا فيديو بروشين ان شاء الله.